عندي راس توم. رح نقص الراس من فوق هيك بهيدي الطريقة، بس رح شيل القشرة لحتى تصير حبات التوم مبينة علي. رح حط ورقة زبدة مع ورقة ألمنيوم، وحط له شوي صغيرة ملح وشي 3 ملاعق زيت زيتون، ورح فوته على فرن محمى مسبقا تقريبا شي نص ساعة أو 25 دقيقة لحتى يستوي حبة الثوم بالفرن وتطلع طعمته كتير طيبة وبيطلع منهنة هيك مثل البيوريه. عندي صدر دجاج، رح بلش قطعهم، شيل منهم شرايح بهيدا الشكل اللي شايفينه. فيكن تشتروه من السوبر ماركت اوريدي مقطعين، او تجيبوا صدر كامل وتقطعون. انا صراحة جبت فروج كامل وشلت انا منه صدر لانه لقيته ارخص بكتير ما نجيب فروج صدور دجاج وناخد منه صدر، فاستعملت الفخاد والجوانح بغير اشياء. رح دقهم بالهيدي المدقة لحتى يصيروا هيك أوسع وما يكون فيه سماكة كتير كبيرة بالدجاج لحتى يستووا أكيد أسرع. خطوات كتير سهلة وكتير بسيطة. هيدي الوصفة اللي رح نعملها اليوم كتير طيبة، سهلة التحضير، مكوناتها عن جد سريعة وما بدها وقت، وبتطلع عشاء أو غدا جدا لذيذ. دقيت الأربع صدورة لحتى يصيروا كلهم هيك فلات. هلأ الخطوة يلي بعدها، عندي سبانغ قصيتن وقطعتن بشكل هيك عشوائي بس لحتى احطن على النار يدبلوا بسرعة. سبانغ شايفين كل هيدا الحجم، هلأ بصيروا نتوفة صغيرة على النار بمقلاية. رح احط لها شوية زيت زيتون ورح احط عليها سبانغ، رح احطن على النار شوية صغيرة لحتى هيك يدبلوا، ما بياخدوا وقت ابدا. وانا مستعملة حبة السبانغ اصلا صغيرة، يعني ما بتاخد ابدا ابدا وقت. شلت راس الثوم من الفرن، فتحته هو سخن، رح نزل التومات. شايفين كيف طلعوا مثل البيوريه، مهروسين ومهلوطين هلط كتير سخن. كانوا هيك انا عم بستعمل ورقة الزبدة بضل تحميلي ايدي اكتر من ورقة الالمنيوم. بشوكة رح اهرسهم، هي متبلة يعني حاطين لها ملح وحاطين لها زيت زيتون، طعمتها روعة. خلينا نرجع على دجاجاتنا يلي رح احط فيهم اول شي الثوم بهذا الشكل اللي شايفينه، اللي طعمته كتير كتير طيبة وما بتشبه أبدا الثوم العودة على فكرة. ما يعني طعمته وقوامه ما بيعطي كأنه الثوم يلي مندقه ومنستعمله بالأكلات تبعيتنا. هيدي أول لاير، أول طبقة. الطبقة الثانية هي السبانخ، رح نحط كمية من السبانخ على كل حبة من صدور الدجاج. كلنا بنعرف فوايد السبانغ وهيك بتفوتوا أكلات أو نكهات وطعمات وحتى ألوان لأولادكن بأكلن، ورح يكونوا كتير المنظر حلو وكتير طيب. تقريبا وصفتنا بلشت تجهز. المكون الثالث هي الجبنة، فيكن تحطوا تشيدر أو أي شي. أنا مستعملة جبنة تشيدر مبروشة، عندي إياها بتجي بالكياس، بس فيكن تجيبوا قوالب وتقصوها بتطلع حتى أهين عليكم بالشغل. بس المتوفر عندكم ما في أي مشكلة، فيكن تستعملوا. يعني أنتوا عم بتلفوا لأنه نحن رح نلفهم رول، أنتوا عم بتلفوا رح يهرهي ليه؟ لأنه هيدي جبنة مبروشة. فما بيأثر، نرجع منظبطهم من هيك نلملمهم إذا بدكن. لفيتهم هيك رول. وأنا كنت جايبة من السوبر ماركت بيكن بقر، شايفينه هيدا بيف بيكن. فيكن تجيبوا بقر أو خنزير اللي انتو بيناسبكن. أنا جبت البقر ورح لف حبة الدجاجة فيها هيك مثل ما شايفين، بيعطي قرمشة كتير كتير طيبة ولون كتير حلو. لحتى كل هيدا الحكي يضل ثابت معنا رح حطلن كوردون. هلا رح تشوفوا كل الخطوات قدامكم. هاي اخر حبة عم بلفها وبحطلها بيكن
مثل ما قلت لكم عم بهرهر التشيدر لأنه مبروش، بس ما بيأثر. رح نلف هيك البيكن مثل ما شايفين، يا حبتين يا 3 حسب عرضها لحبة البيكن بهاي البساطة. وعلى فكرة فيكم تستغنوا عنه للبيكن وتخبزون عادك، تحطوا شوية جبنة بيطلع كمان روعة. حطيت لهم كوردون لحتى هيك يضلوا ثابتين، وحطيت مقلاية على النار لحتى تحمى كتير كتير منيح. شايفين بيعقدوا. رح حطهم على نار عالية لحتى ياخدوا هيك لدعة حلوة، وما بحط لهم اي مواد دهنية لانه هن اوريدي يعني البيكن مدهن وبينزل دهون كتير عالية. بحط على كل جهة 2-3 لحتى ياخدوا لدعة حلوة. شايفين الدهون اللي بلشت تنزل؟ فيكن تشيلوهم بهيدي، ما كانوا عم ينشالوا معي شوي صغير يلزقوا فشلتهم بالسباتولا. حتى الخطوات يلي ما بتزبط وبصلحها انا بخليها قدامكم لحتى ما تقولوا ماريا غشتنا وزبطت او ما زبطت معنا. درون على جربوا درون اول شي على الميلتين الرئيسية وبعدين على جوانب لحتى ياخدوا هيك لدعة حلوة. حميت الفرن، اصلا هن الفرن كان بعده سخن فضويته وحطيتهم رجعت بصينية على الفرن. وهي هي الصينية اللي رح تفوت على الفرن. حطيت لها ورقة زبدة بس لحتى ما تعذبني بالتنظيف، ورح فوتهم على الفرن. حتى هول الدهون اللي طلعت رح حطهم لحتى ما تطلع ناشفة. أخذوا بالفرن حوالي 30 دقيقة ل40 دقيقة حسب قوة الفرن. رف بالوسط حرارة 200. سلقت بطاطا، رح أعمل شي مثل البطاطا بيوري بس أسرع. رح أهرسهم، أنا بحب نزلهم بهيدي المصفى بيطلعوا كلهم ناعمين. من بعد ما رح اهرسهم رح نكهون اكيد ليعطي طعم كتير طيبة. رح حط شقفة صغيرة من الزبدة تقريبا معلقة، ولأنه البطاطا تبعيتي سخنة رح دغري تدوب حبة الزبدة. استعملوا زبدة طعمتها طيبة لحتى تطلع النتيجة أفضل والطعم أطيب. أنا قدمت حد الدجاج بطاطا، بس فيكم تقدموا شي اللي انتو بتحبوا. فيكم تعملوا بطاطا مقلية، فيكم تعملوا أي شي معكرونة اللي انتو بتحبوه أو حتى رز. رح حط أكيد ملح حسب الذوق، ولحزز النكهة أكتر رح حط معلقتين وسط من الحليب المجفف، لأنه أنا سلقت البطاطا مقشرة فبفوت كمية مي عليها. بستبدل هيدي الخطوة بالحليب المجفف لحتى هيك يعطي طعمة غنية وما استطعم طعمة مي أو يطلع شي هيك طعمته مش مستحبة بالتم. رح حركهم هن وسخنين، رح يذوبوا كلهم مع الزبدة والملح وتطلع النكهة والقوام ممتاز. شايفين مقاسها؟ وصفة عن جد كتير سهلة، بتبيض لكم وجهكم، بيكون هيك شي جديد ممكن تجربوه. وخليني افرجيكم كيف طلعوا من الفرن بشهو. هون عم دلكن، شايفين هاي بنتي هيك شالت شقفة واكلتها. شو بدي اعمل؟ صحتين وهنا علي اكل. تعالوا نسكب وندوق. رح حط شوية بطاطا زينوها مثل ما انتو بتحبوا. كمان رح نحط الدجاج يلي حضرناه الماستر بيس يلي طعمتها روعة. أكيد لازم نشيل الكردون قبل التقديم، خلص هي مسكت حالها وما رح يصير لها شي. شوفوا هالألوان الرائعة يلي طلعت، ما بخبركن عن النكهة وعن الطعمة، وعن جد شي رائع. وصفة كتير سهلة إنها نحضرها، خاصة إذا جبتوا الدجاج مقطع وجبتوا التشيدر كمان قالب وقصيتوه على قد الدجاجة تبعكن، رح يكون كتير كتير هين الشغل فيها، وكمان كتير طعمتها رح تكون طيبة. أنا اسمي ماريا. إذا أول مرة عم بتشوفوني بليز اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس ليوصلكم مني كل شي جديد. إذا حبيتوا هيدي الوصفة اكتبولي بالتعليقات رأيكم فيها. لايك حلو لحتى يرفع الفيديو. أنا بحبكن كتير، بشوفكن بوصفة جديدة. باي باي.